أنا يعلم الله عز وجل شانه ما أعاني من الضر، وأريد أن أطرق بعض أبواب المسؤولين لكني لا أستطيع الوصول إليهم، فماذا تنصحني أن أفعل؟ والله شوف، أه قبل أن تصل للمسؤول أريد أن أجعلك تصل لرب المسؤول، رب العباد. تخيلي أنت أو أنت لما جاء إخوة يوسف ويوسف عليه السلام منعهم من الكيل، وقفوا أمام يوسف، أمامه هكذا وقفوا أمامه، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. يوسف ما استطاع أن يطيق أن يرى الذل على إخوته، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ خلاص استسلم يوسف، أخبرهم أنه هو يوسف وهو بشر، فكيف برحمة الله التي أعظم من رحمة البشر؟ لما تسجدي له تقولي له يا أيها العزيز لرب العباد مسني الضر وجئتك بحسنات مزجة فأوفي لي كرمك وتصدق عليه. أسألك بالله كيف رب؟ لهذا لا تعلق أملك ببشر، البشر لا يتعلق بهم أمل، كل أمل معقود بالبشر هو باب مذلة، والأمل الذي يعقد بالله باب رجاء ولا يأس، والأمل معقود بالله، والله تعالى أعز وأعلم وأجل.